مادة الفرنسية ومشكلة يعاني منها شباب البكالوريا. في هذا الفيديو باش نحكيو على كيفاش تحاول تنطر أكثر نقاط من ماتير الفرنسي وخصوصا في شرح النص. يلا ليتس جو. أصلا من الكل في فيديو من قناة دليلك. القناة دي مخصصة للتلميذ التونسي بريمير دوزيام تروزيام مؤلف بكالوريا. باش نحكيو على الشعب الكل، باش نحكيو على الحاجات اللي تخص التلميذ. فتنويه، راني النصايح اللي قاعد نحكي فيها في فيديوهات التيك توك ولا فيديوهات اليوتيوب راني مانيش انا اللي نكتبها. انا قبل كل سكريبت نتاع فيديو نمشي نسال بروفيت، عباد نجحوا عباد فشلوا، اخطائهم مش نعرفهم شنو هما. بروفيت برشا بروفيت، مش بروف ومش اثنين ومش ثلاثه، نحكي معاهم شويه باش نجم نعرف كيفاش ننصح العباد، على خاطر هذه امانه قدام ربي سبحانه وتعالى اني كيف ننصح العباد. فمش انا لازم نتكي ونبدا ننصح. فساعات يجوني اسئله راهو صعيبه برشا، قل لي انصحنا في الموضوع كذا، لا ما نحبش نكذب عليكم، ما نحبش نجيبها فاهم في كل شيء. فوقت اللي نسال البروفيت، وبتبيع البروفيت ما همش زاد مسيبين روحهم علي انا يحكيو كان معايا، وبتبيع زاد مش انا عندي كانني نبقى نسال البروفيت، عندي حياتي وعندي خدمتي وعندي قرايتي وعندي انترنوم تاعي وحياه اخرى. فانا معناتها نسال العباد البروفيت والعباد كيف يبدا الموضوع مهم، ومواضيعكم كلها مهمه، ولكن كيف نلقى الوقت في مواضيع معينه. ثم مواضيع ما نجمش تسال عليها البروفيت، ممكن ما يفهموش فيها، يفهموا فيها تلامذه معينين. كما انسان قال لي احكي لي على الكونديدا ليبر باش نعدي الباك، فانا نحاول نجمع معلومات من العباد اللي عدات كونديدا ليبر ونصور ان شاء الله فيديو. نعرف طولت عليكم، نبداو في الفيديو نتاع اللي طلبوا منه صديقنا انه نحكيو على شرح النص بالفرنسيه. اول حاجه، انا مانيش باش نحكي لك على اللونج، على خاطر باش ما نكذبش عليك انه اللونج راهو من عامين 3 4 سنين تتعب. دونك كانك باهي في اللونج باش تسلك، كانك متوسط باش تسلك، كانك خايب تنجم تدارك في الدروس المعينه اللي نجموا يجوا في البكالوريا. اما لازمك شويه تعب، ثم شويه تعب مع حاضر انك تعرف لي لونج، تعرف الازمنه. مش صعب برشا برشا. هذا اللي لاحظته من العباد اللي قالوا لي انه مش صعب برشا برشا، ولكن لازم شويه تعب ثم شويه تكسير راس معناتها. بالنسبه للبرودكسيون اكريت كيف زاد انت اسكو حافظ، وانت اسكو فاهم شنو تحكي، وتعرف الشابيتر وتعرف التمشي اللي لازم تخدم به. الى اني انا باش نحكي على شرح النص اللي سالت عليه برشا بروفيت وعاونوني باش نجم ناخذ منه شويه بوانات من شرح النص. اول حاجه، تجنب البارافراز. ايش معناتها؟ مثال باش نعطيك انا نص سهل: محمد يصور في فيديو. السؤال شنو يعمل محمد؟ ما لازمكش تقول له يصور في فيديو. انا اعطيتك النص معناتها محمد يصور في فيديو، ما لازمكش تقول له محمد يصور في فيديو. لازمك ما تجيبش نفس الجمله اللي موجوده من النص، تجيب السينونيم نتاعها. مثال تكتب محمد ينجز في شريط وثيق مثال معناتها. يا تستعمل السينونيم نتاع الكلمه هذيك، يا تستعمل الفيرب نتاع الكلمه هذيك. هو يعطيه لك في سونس نتاع نو ولا جمله في سونس نتاع نو، انت تحولها الفيرب ولا تحولها الادجكتيف. معناتها رد بالك تهزك الجمله كامله وتحطها في السؤال، راهي ذيك تتسمى بارافراز وتاخو زيرو. وبازري بروفيتكم حكيو لكم على البارافراز. رد بالك في البكالوريا ولا في اي دوفوار نتاع فرونسي تهز نفس الجمله وتلصقها شطوك في النص، راهي صفر. ثاني حاجة، الأسئلة في الدفوار راهي مرتبة مع النص. معناتها مستحيل لو كان السؤال الأول متاع النص لازمك تجاوب عليه من الفقرة الأخرانية، وإلا السؤال الأخراني من الفقرة الأولى. لا، بالمستحيل، راهي مرتبين بعضهم. هذه حاجة تنجم تعاونك. بالنسبة للحاجة الثالثة اللي هي لي جيستيفيكاسيون، اللي يطيحوا عليها برشا بوانات. فساعات يقول لك تلقاه كاتب، هو معناتها كاتب جو صحيح الإجابة، باش يجي يكتب جيستيفيكاسيون، جوست يعمل اي جو جوستيفي بار ويبدا يكتب. لا لا لا، راهي فما حاجات لازمك تكتبها في الجوستيفيكاسيون. وذاك علاش العباد الكل نعرفكم اللي انا نحبكم برشا، نحب اخوكم لان نحبكم برشا، العباد تتبع فيه ونشكركم زاده على التشجيع نتاعكم. حضرت لكم باراجراف كامله باش تجاوبوا على الفرنسي، مانيش انا اللي عملتها، راهي عملوها دي بروف نتاع فرنسي اللي صلحوا في البكالوريا، مانيش انا اللي عملتها. نعاود نقول انا جوست كتبتها بخط يدي، اما مانيش انا اللي عملتها. باش تلقاو ان شاء الله، جوست تعمل لي فولو على الانستغرام وتبعث لي تقول لي ابعث لي الباراجراف اللي تنجم تجاوب بها في الفرنسي. وفيها برشا نصايح زاد باللغه الفرنسيه، راهي قلت لك زاد نصايح نتاع بروفيت يصلحوا في البكالوريا. دونك هذه تقريبا كيفاش نجم تنطر نوت من الفرنسي. ثم زاد نصيحة أخرى أنك تقرأ الأسئلة ومن بعد اقرأ النص، زاد يعاونك أنك تفهم شوية النص. كيف ما تفهمش النص
راهو لازمك تحاول كيفاش تقرا الاسئله وتحاول السؤال هذا شي يحب مني، ترى خلينا نشوفك الجمله وين هذه اللي عندها علاقه بالسؤال هذا في وسط النص، نجم تحاول انك تتذكر. هذه تقريبا نصيحه نجم نقدمها انا كتلميذ، وهذه كاساتذه زاد نصحوني انه كتلميذ بكالوريا باش يعدي دوفوار فرونسي ما ينجمش يعاود من السنه 7 ولا 8 اساسي. هذه شويه نصايح ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو. ما تنساش تعمل اللايك سبسكرايب واكتب لنا زاد شنو هي الموضوع اللي تحبنا نحكيو فيه ان شاء الله في فيديو اخر من قناه دليلك. يلا بيس اوت شباب.